أحلى الكلام إلا بالصلاة والسلام على سيد الأنام محمد صلى الله عليه وسلم. اليوم جبت لكم وصفة الكبدة مشرملة. هذه كبدة تاع لادند، ونفس الشيء بالنسبة للكبدة تاع الدجاجة، نفس الشيء. أنا غسلتهم دوكا، هذه غسلتهم ونحيت هذوك الزوائد. دوك واش نديرو باش نحيو هذيك الرائحة اللي فيه واحدة رائحة شوية قوية. واش ندير؟ أنا ندير هنايا ملعقة فرينة، نزيد 2 ملاعق خل، نزيد ملعقة ملح كبيرة هكذا ملعقة ملح. واش ندير لها الماء هكذا، وندير هذه الكبده تاعي هنايا، نديرهم في هذا الخليط. ندير في هذا الخليط 5 دقائق ومن بعد نشللهم مليح بالماء. من بعد ما شللتهم، شوفوا الفرينه اللي نستعملوها، شوفوا تخلي لنا الكبده تاعنا ما تتحرحش. هذا هي لاستيس تاع الفرينه. دوك واش نجي ندير، نرفدهم هكذا ونقطعهم قطع متوسطين. نزيد الثانيه، ما ديروش القطع كبار هكذاك بزاف، ما يجوش شابين، ما يجوش متحوف، ميم لو بلا ما يجيش متحوف هكذا. نكملهم كاع ونعاود نرجع لكم ان شاء الله. هاي بعد ما نقيتها كامل، دوك نجي هنا في المقله تاعي. شوفوا ما درت حتى زيت، نحمرها بيان، نحمرها مع الزول. نضيف 3 مغارف زيت. هنا نضيف ملعقة كبيرة توم، ما يعادل 3 سنينات توم كبار. نخلطها بيان. نجي نضيف التوابل. انا درت مغرفه تاع قهوه البابريكا فلفل الاحمر، درت نصف ملعقه تاع فلفل اسود، ونصف ملعقه كمون. الكمون يعطينا المروريه، ما نكثروش بزاف، والملح. كي خلطهم كامل هنا هكذا، نقص عليهم النار. درك هنا نقص النار تاعي، ونضيف دوكا 3 حبات طوماطيش مويه. ها مويه، نحيت لهم القشره ونحيت لهم الزريعه هكذا. نخلط هاي ونغطيهم على نار هاديه ونخليها طيب على نار هاديه. شوفوا خواتاتي، هاني بلا ما درت الماء، شوفوا شحال طلقت. نزيد لها 2 دقائق بالضبط. هاي الوصفه تاعنا في طبق التقديم. شوفوا هاي درت لها بالديكور بالحشيش والمعدنوس. هاي شوفوا فجات محمره، الله يبارك. ان شاء الله تكون نالت الاعجاب وتاكلوها بالصحه والهنا، ونتلاقاو في ساعه الخير وفي امان الله.